كلمة لكل حكام مصر، نفسنا نفهم كلمة واحدة بس. هو الخطأ بتاع أحمد السيد زيزو مية بسكر ليكم وشاي بالياسمين، وخطأ كريم فؤاد جبنة فلاحي بمش. امبارح لكل اللي اتفرج على مباراة الأهلي وفاركو ومباراة الزمالك مع حرس الحدود، في خطأ حصل في مباراة الأهلي وفاركو من كريم فؤاد، مش خطأ لما احكي لكم عليه، مش خطأ واضح، وخطأ حصل من أحمد السيد زيزو برضه، لكن بتاع أحمد السيد زيزو كان خطأ واضح. هنتكلم معاكم وأعرض لكم الصور بتاعة الأخطاء وتحكموا أنتوا بنفسكم. حلقتنا النهاردة عن أحمد السيد زيزو رفض يستلم جايزة أفضل لاعب في الجولة أو في المباراة امبارح، وطبعا كلام لكابتن محمود الخطيب موجه لكابتن محمود الخطيب، كلام الأستاذ سيف زاهر مع أمير مرتضى أمير الدهاء. ولكن قبل ما أدخل على حلقتنا، فضلا وليس أمرا لو تكرمت اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لكل الناس. وطبعا هنبدأ في الموضوع الأهم في حلقتنا النهاردة، اعتراض أحمد السيد زيزو على الخطأ اللي هو عمله، واعتراض كريم فؤاد على الخطأ اللي هو عمله. طبعا حكم مباراة الأهلي وفاركو كان الكابتن طارق مجدي، وحكم مباراة الزمالك وحرس الحدود كان محمود ناجي. الصورة دي خطأ لأحمد السيد زيزو بعد ما رقص لاعب من حرس الحدود وبدون أي التحام. أحمد السيد زيزو وقع وراح عامل الحكم كده، يعني معلش الحكم ولا أسمع ولا أرى ولا أتكلم ولا أي حاجة، مع إن تستاهل إنذار لأحمد السيد زيزو عشان خاطر كان بيمثل في الوقعة. أقولها لكم بالبلدي خالص كده، كان بيمثل في الوقعة. عمل الحكم كده، معلش خلاص الحكم يعني خلاص يعني ولا كأني شايفك، ولا كأني شايفك. الكرة بقى دي بتاعت كريم فؤاد في مباراة الأهلي وفاركو، لاعب الأهلي رفع الكرة لكريم فؤاد، كريم عمل إيده بس كده ونزلها، يعني عمل إيده كده، ما لمس الكرة أصلا. تخيلوا، ما لمس الكرة أصلا. طبعا كابتن طارق مجدي انذار يا كريم. كريم ليه؟ عشان خاطر رفعت ايدك. طب انا ما لمستش الكوره. لا رفعت ايدك، عملت تمويه على اللاعب. هي كوره احمد سيد زيزو ميه بسكر وكوره كريم فؤاد جبنه فلاحي. شفتوا الفرق؟ شفتوا العقليه؟ طبعا كل الناس بتقول احمد سيد زيزو ما استلمش الجايزه امبارح وما رضيش يستلمها ودخل اوضه اللبس. الله اعلم، كل الناس بتتكلم وتقول كلام وخلاص. احمد سيد زيزو مرضيش، احمد سيد زيزو رفض، احمد سيد زيزو دخل لبس الترنج بتاعه، اصل اللبس بتاعه مش موجود. الله اعلم في الموضوع ده. ولكن هنروح للاستاذ محنو. طبعا الاستاذ محنو اللي هو الاستاذ سيف زاهر امبارح طلع على الهوا بيقول والله انا كلمت امير مرتضى. ايه يا امير في ايه؟ واحمد ما استلمش الجايزه ليه؟ قال له والله ما اعرفش الناس بتطلع اشاعات ليه، وايه المواضيع اللي الناس بتطلعها دي. ده احمد دخل جوه، فلما بكلمه بقول له ما استلمش الجايزه ليه، راح قال لي لا والله ده ما خدتش بالي، ده انا طلعت وكده والراجل خد اللبس فما ينفعش. فالراجل قال لاحمد سيد زيزو اطلع بالطقم، قال له لا اللبس اتاخد وانا خلاص خدت الشاور بتاعي ولبست الترنج ومش عارف ايه. فطبعا الاستاذ سيف زاهر طب يا امير اتصل عليه تاني يا امير واتاكد. طب اتصل واتاكد يا امير. طب اصل ما طب اتاكد بس تاني ورد عليا. هو انت ينفع تسال رب البيت؟ انا كمدير كوره في حاجه عندي او في مشكله عندي ينفع اطلع على الهوا واقول ما رضيش يستلم عشان خاطر فيه سبب معين، حتى لو من غير اسباب؟ انت كسيف زاهر كاعلامي كبير المفروض اصلا الكلام ده ما يتقالش ليك انت. تسال مدير كوره في نادي الزمالك هل في مشكله ولا مفيش؟ ما هو طبيعي هيقول لك مفيش مشكله.
طبيعي. لكن الكلام بتاعك واضح قوي وانت بتتكلم. طب يا امير بس تساله، طب اتاكد بس تاني يا امير وابقى رد عليا. طب اتاكد بس يا عم امير بس وابقى رن عليا بالله عليك. طب والنبي ابقى اتاكد ورن. طب وحياتها ممكن تاكد ورن عليا. كلامك كان واضح قوي يا كابتن سيف ولا يا استاذ سيف، ان انت اصلا المحن باين على وشك. يعني الكلمه دي مش عايز اكررها تاني. الكلام بتاعك والفعل بتاعك كان باين على وشك قوي. طبعا هنتكلم عن كابتن محمود الخطيب وعن صفقات النادي الاهلي. لحد دلوقتي بيقولوا ان في 3 صفقات للنادي الاهلي في شهر 1. بيقولوا كلام مش مؤكد، ولكن 3 صفقات لو فعلا حقيقيين 3 صفقات قليلين جدا للنادي الاهلي. يا كابتن محمود ما ينفعش تبخل على النادي الاهلي، لان كفايه. احنا محتاجين اقل حاجه 7 أو 6 صفقات سوبر للنادي الاهلي في شهر 1 عشان خاطر كاس العالم للانديه. ومش كاس العالم للانديه بس، كاس العالم للانديه دي حاجه استثنائيه. انا عندي دوري، انا عندي كاس، انا عندي بطوله افريقيا اللي انا بحبها دايما وبحب اخدها دايما. ما ينفعش ابخل عن النادي الاهلي واكسل في موضوع الصفقات. جبنا برونو سافيو، يمكن اغلى صفقه في الدوري المصري، وانا شايفه ان هو كلاعب للنادي الاهلي على قده جدا. وهفضل اتكلم واقول ان برونو سافيو اللي هيلعبه السنه اللي جايه كلها والسنه اللي بعدها الهدف اللي جابه في السوبر المصري. بس ما ينفعش الكابتن محمود الخطيب يبخل على النادي الاهلي في اي حاجه، في اي صفقه. الصفقات اللي احنا محتاجينها، لان النادي الاهلي محتاج حارس مرمى طبعا مع احترام الكابتن محمد الشناوي، لكن محتاج حارس ينافسه، لان المنافسه بتدي الافضليه دايما للنادي. محتاجين مدافع سوبر مع محمد عبد المنعم ومحمود متولي. في اخطاء كبيره جدا من ياسر ابراهيم بتحصل، ما ينفعش تحصل من لاعب بيلعب في منتخب مصر او لاعب بيلعب في النادي الاهلي. محتاجين باك رايت مع اكرم توفيق عشان محمد هاني مع الف سلامه. محمد هاني المفروض اصلا محمد هاني كان مستواه سيء في الاول، رجع المفروض يبقى مستواه افضل، لا رجع اسوأ. محتاجين باك ليفت مع علي معلول، طبعا ايمن اشرف موجود ومحمد اشرف موجود، ولكن محتاجين برضو الباك ليفت اللي يصنع الفارق مع الاهلي، لان محمد اشرف وايمن اشرف الاثنين اغلبيه لعبهم دفاعيه، اللعب دفاعي شويه. بالنسبه للدمدارات ربنا يبارك في حمدي فتحي والو ديانج والسوليه، وطبعا كل اللي موجودين او كل لاعب، محمد فخري، محمد محمود، الناس دي كلها، عمار رجع، الناس دي كلها رجعت. محتاجين صانع العاب صايع بمعنى الكوره، صانع العاب عايز يلعب كوره فعلا، جعان كوره. محتاجين صانع العاب يعرف يمشي الملعب كله بطريقته بموهبته، يقدر يربط بين الخطوط. مش محمد مجدي قفشه ولا برونو سافيو، لا يصلحوا خالص، لا يصلحوا. محتاجين راس حربه هجام، راس حربه قوي، راس حربه بمواصفات معينه. وان شاء الله كابتن محمود الخطيب ما يبخلش على النادي الاهلي ويجيب صفقات للنادي الاهلي. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، بس تحليفك الله لو نسيت اللايك اعمله، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله ربنا كريم، ويكون ان شاء الله شهر 1 اللي جاي في اضافات كتيره للنادي الاهلي. السلام عليكم.